انه اعلن موافقتك للباشا قاسم سي. ليه متحمس؟ ما ليه خلينا نتكلم. لا انت جبان، انت جبان لانك لم تعلن رايك مع انك انت معه. هاي الصراحه، هاي الصراحه. اي واحد حتى تقول ما نمشيش نشرب قهوه وبعدين نرجع. هو انا عيب انه اجلس معك انت. سي صافي كان تسمع. اذا انت تفهم صافي سعيد من هو. لحظه شوي، الباشا قاسم سي يقوم بمغالطات كبيره. هو يقول بيقصوني لاني اقليه. هل هو يهودي؟ هل هو ارمني؟ هل هو كذا؟ قال هتلر اقصى اليهود، وقال انه جنوب افريقيا اقصت الزنوج، وقال انه اسرائيل اقصت العرب. هل هذا صحيح المقارنه هذه؟ هو يقصوه لمعامله سياسيه او لتاريخ سياسي، ما يقصوش كاقليه او كدين او كاقليه عرقيه، واحنا ما عندناش هذا الاقصاء. الاقصاء هذا غلط، هذه مغالطه، وحكاها للشعب التونسي وما فهمهاش، والصحفيين عجبتهم. يا اخي اذا هو يهودي، هو من وين جاي؟ وجاي من الوندال، هو تونسي، يطبق عليه قانون. هذا مجلس تاسيسي هو انتخبه، هو اللي وضح له، هو اللي فتح له الطريق، يطبق عليه. يا اما نعترف به المجلس التاسيسي او لا نعترف به، مش نهارها نحلوه ونهارها وكذا ونهارها وكذا. فهمت؟ وانت اذا كان تحب ترشح السيد الباشا قاسم سي رشحه علنيا، ما كنت ممتنع تقول رايك. كملت انت حديثك ولا كملتش؟ انا كملت حديثي. لا ساعه انت ماكش متربي. انا متربي اكثر منك.